فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. صباح الخير أو مساء الخير على حسب ما بتشوفوني في التوقيت ده. بجد وحشتوني قوي قوي قوي. النهارده بقى معايا فيديو جديد. قبل ما نبدأ بس الفيديو بتاعنا كده، ما تنسوش لو انتوا لسه اول مرة بتتابعوني وبتشوفوا قناتي يا ريت تعملي لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس على الكل علشان يوصلكوا الاشعارات الجديدة كل ما انزل فيديو جديد. ولو انتم متابعين الفيسبوك ما تنسيش تعملي لي متابعة وتقولي لي انتوا بتتابعوني من انهي بلد، علشان بجد بحب بجد ان انا اعرف كل واحدة بتتابعني هي منين بالظبط. وكمان بتشرف بيكم جدا، انتوا بجد عيلتي التانية، ربنا يخليكم ليا ويدومكم نعمة في حياتي. فاول فيديو كده يا ولاد ما تنسوش بقى تصلوا على النبي كتير او في الكومنتات علشان يومنا والله بيبقى جميل كده وكله بركه. فتعالوا بقى النهارده بتعملي ايه يا ميرو وجبت ايه النهارده؟ بقى بصراحه نزلت جبت شويه مشتريات بسيطه كده، فكانت ناقصاني بصراحه. كنت ما كانش عندي بقى طماطم ولا خيار ولا فلفل، ونزلت كان عندي بقى شويه بواقي حاجات صغيره جدا، فشلتها وخليتها بقى على الوش يا ولاد. بحط انا الحاجات اللي هي الصفحه اللي تحت كده والحاجات اللي هي كانت عندي بحطها بقى في جنب كده، زي الطماطم كده حطها بقى في جنب اللي كانت عندي، وكمان الفلفل برضو كان فلفلايه وكان خيرايه حطيتهم من فوق. بصوا يا ولاد بقى، الناس اللي بتتابعني بقى لاول مره كده ما تنسوش بقى تقولوا لي انتوا بتتابعونا من انهي بلد علشان انزل ارحب بيكم، وانتوا بجد عيلتي التانية. ربنا كده يديمكم في حياتي نعمه، وانتوا وجودكم كالعاده والله على راسي من فوق، فيسعدني ويشرفني وجودكم معايا. هنا يا ولاد برضو كنت جايبه هنا جوافه، اقول لكم برضو الاسعار كده على السريع. الجوافه هنا كانت ب15 جنيه، وكمان الخيار كان ب20، والفلفل ب15، وكمان الطماطم عايزه اقول لكم الطماطم ب25 جنيه. والله يا ولاد زي ما بقول لكم كده الطماطم ب25 جنيه. فعايزه اقول لكم ان انا كنت جايبه هنا 2 كيلو طماطم، وكان عندي حوالي كام واحده كده برضو، فسبتهم بقى ايه في جنب كده اطبخ منهم. وهنا برضو كنت جايبه لحمه مفرومه، وجبت هنا الكيلو طماطم مستوي ده كان عامل 10 جنيه، طماطم المستويه للطبيخ يعني. وكنت جايبه برضو جلاش. بصوا يا ولاد بقى، بص ايه يا ميرو انت قلبت ليه؟ هقول لكم دلوقتي، اقول لكم انا الوقت انا فين يا ولاد. انا بقى لقيت ماما بتكلمني وبتقول لي ايه يا ميرو انا عجنت. قلت لها طب استنى انا هاجي ايه اعملهم معاك. فقمت يا ولاد من الشمارة وراح جري هنا على هناك. فكنت بقى بعد ما جبت المشتريات بتاعته قمت حطها في التلاجة، قمت راح على هناك، قمنا قعدنا نخبز بقى. لقيتها بقى خبزة، لقيتها بصراحة عجنة، وكمان مقرصة كده تقرصات صغنونة كده، وكانت عاملة اللي هو ده عيش بالمكنة. بصراحة جميل جدا يا ولاد، بنطلع منه ناشف وبنطلع منه طري. تعالوا بقى اقول لكم ايه واحنا بنخبز كده، اقول لكم ايه الاسعار بتاعت الحاجات اللي انا جبتها. اللحمة المفرومة كانت اللي هي الممتاز دي كانت سعرها نزل شوية يا ولاد، كانت ب200 جنيه الكيلو. والكبدة اللي هي الممتاز برضو ب120 جنيه الكيلو. فدي مش جزارة، اللي هي الممتاز المجمدة. فبصراحة برضو انا بجيب من دي ومن دي علشان الدنيا تمشي، لان بصراحة الدنيا غلا وخلاص بقى الدنيا ما عادش مستحملة حاجة والله. وكنت جايبه برضو جلاش، لفتين جلاش، اللفه كانت ب12 جنيه علشان برضو ابقى اعمل ايه جلاش باللحمه المفرومه والموتزاريلا، بيبقى جميل جدا وعملته معاكم قبل كده. الناس بقى الفلاحين بقى القصله بقى يقولوا لنا انتوا بتسموا العيش ده عندكم ايه؟ احنا بنسميه عيش بالمكنه، اللي هو بيبقى بميه وخميره، وبنحط له ملح وسكر كده، سنه ملح، معلقه ملح ومعلقه ايه من السكر، معلقه صغيره يعني على حسب الكميه اللي انت هتعمليها. هنا بصراحه كنا عاملين كميه حلوه لان انا واخواتي وكده. فانا بحب يا ولاد بصراحه، بحب يوم العيش ده بصراحه، بحب ان انا اقعد ادور كده المكنه. وهنا بقى ماما ربنا كده يديها الصحه ويبارك لنا فيها يا رب ويخليها لينا، هنا بقى كانت قاعده قدام الفرن.
طلعنا بقى شوية ناشف وشوية طري. فبصراحة بص انا بحب يوم الخميس جدا جدا. وبعدين انا يا ولاد عاملة دايت، انا عاملة دايت يا ولاد. فالريحة بصراحة كانت جامدة قوي. عايزة اقول لكم ان انا كلت واحد والله. يلا بقى، ما كده كده الدكتورة كده كده بتتفرج عليا وهتشوفني، فيلا اليوم باظ اليوم باظ. كلت واحد بس. فالمهم الحمد لله الحمد لله، يعني ظبط معايا الدنيا مع اليوم ده والله. رغيف واحد قلب معايا اليوم كله الحمد لله. عايزه اقول لكم ان اي حاجه بسيطه جدا والله ممكن تقلب معاكم اليوم. لو كلت اي حاجه غلط ممكن تقلب معاكم اليوم اللي هو اللي انتوا عاملينه دايت ده. فيلا بقى، مش مشكله مش مشكله اليوم ده يا ولاد. فهنا بقى زي ما انتم شايفين كده بنطلع برضو شويه ناشف وهنطلع شويه طري، وهوريكم برضو في الاخر هو شكله عامل ازاي. بصراحة يا ولاد بيبقى كل حاجة في البيت جميلة، وكل حاجة انت عاملاها بايديكي جميلة جدا. بصراحة الحاجات اللي احنا بنشتريها من بره اذا كان عيش ناشف او بتاوي او الحاجات دي كلها والله بتبقى طعمها مش حلو خالص. انما في البيت بيبقى الحاجة كده ليها طعم وريحة وحاجات كده انت عاملاها بايديكي وضمناها انت حاطة عليها ايه، مية من الفلتر، حاطة عليها مية منين، يعني برضو عشان الولاد. فهنا زي ما بقول لكم كده والله كل حاجة في البيت اعملوها بنفسكم، كل حاجة جميلة. فربنا برضو يخلينا أمهاتنا والله العظيم برضو بيتعبوا بيساندونا والله في الحاجات دي. فهنا بقى والله كتر خيرها ان انا رحت لقيتها عجنه وخلصت كل حاجه، يا دوبك انا قعدت بس خبزت معاه. وده برضو شكل العيش بقى ده الناشف اللي هو احنا بنعمله بقى اللي هو فتة العدس يا ولاد. احنا بقى خلاص بقى داخلين على الشتاء يا ولاد. فتة العدس بقى والفتة اللبن، بصوا بصوا يا ولاد على الجمال والحلاوة، يا سلام. والله كان جميل جدا جدا. كمان بقى بعد ما خلصنا الخبيز يا ولاد قامت حطلنا بقى ايه صينيه الرز في الفرن، وانا عملت بقى شويه ملوخيه وشويه فراخ كده يستاهلوا بقكم والله. حاجه كده فاخر من الاخر يا ولاد. هوريكم برضو الاكل ايه. انا بصراحه ما صورتش لكن هوريكم شكل الاكل ايه بعد ما خلص. شايفين يا ولاد ده الرز المعمر اللي ماما عملته. انا هبقى اوري لكم بصراحه الطريقه بتاعت ماما، انا هبقى اصورها لكم بعد كده، هبقى اخليها ايه تقول لكم الطريقه. عايزه اقول لكم ريحه الرز المعمر كانت تحفه تحفه. بس بصراحه انا يا ولاد ما اكلتش منه للاسف. انا اكلت رغيف بلدي بحته الفراخ وكم معلقه ملوخيه كده، فاستكفيت بصراحه بالرغيف اللي انا اكلته اللي بوظ لي اليوم. فمش مستاهله بقى رز معمر بقى يودي في داهيه. بس بصراحة هو ما شاء الله كان جميل جدا، وشايفين مفرفر وجميل ازاي يا ولاد. وكمان عملت ملوخية اوريها لكم برضو، وعملت الفراخ وحمرتها بعد الخبيز. وكده يا ولاد يكون فيديو النهارده خلص. ما تنسوش بقى تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب لو الفيديو عجبكم. استنونا فيديوهات حلوة كتير قوي، ولايكات بقى كتير يا ولاد. وسلام، اشوفكم على خير.